اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل مع بعض جلاش بالمهلبية، او ممكن تستبدلي المهلبية بالكاستر. اول حاجة هنعملها المهلبية، نص كيلو لبن هننزل عليها ب3 معالق نشا كبار وفانيليا و3 معالق سكر او سكر حسب الرغبة، ونقلبهم على النار لغاية ما يتقلوا معانا. بعد كده هنجيب لفة الجلاش. الطبقات دي انت ومزاجك، ممكن تعمليها طبقة واحدة، ممكن تعمليها طبقتين او 3 طبقات على حسب حجم الفطيرة بتاعتك. احنا هنعمل طبقتين، ما بين كل طبقة والتانية نحط كده اهوت سمنة، ونحط في النص كده اهوت مهلبية او كاستر لو انت عايزة بتحب تعمليها بالكاستر، ونطبقها صغير او كبير برضو براحتك، ونحطها في صينية مدهونة بالسمنة وندخلها الفرن لمدة 10 دقايق. واول ما تطلع من الفرن هنحط لها بقى الشربات بتاع الجلاش بيكون خفيف، عبارة عن كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية لغاية ما يغلوا على النار كده اهوت، نحط لهم عصرة ليمونة وفانيليا. كده الجلاش بتاعنا استوى اهوت، والشربات بتاعنا كمان بارد، انا عاملاها قبلها بيوم. وممكن تحطي كمان في الشربات عود قرفه، هيغير الريحه والطعم كمان. هحط كده الشربات، ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش بايشه منك. وبعد كده هقدمها معاكم، ممكن تحطي بقى تحشيها، ممكن تحطي مكسرات، ممكن تزودي من عندك. مش هيقولك لا يعني. واقدمها بالشكل دوت، اسهل تحليه ممكن تعمليها للاولاد، جميله جدا وكمان اقتصاديه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.